بشير أولو روجي محمد المكعازي محمود بن التيج وحمزة خبع والتشكيل الرسمي لنسور الخضر في مباراة تنطلق فادرتنا على أمل متابعة مباراة كبيرة وكبيرة جدا بين الرجاء وشباب الرياضي السلمي. البحث عن الإقناع كمحطة أولى ومن بعدها التفكير في تحقيق 3 نقاط الثمينة. الرجاء 9 نقاط اليوم، الفوز يعني صعوده للمراكز التي تؤهل للتنافس على لقب البطولة. نشتاق لمتابعة مباريات فنية يكون مستواها عالي جدا في البطولة الوطنية. من جالس رمي بن تيج لحمزة خابا بن التيج يلعب كورته في منطقة الجزاء والتغطية ما زال الخطورة الرجاوية في القائمة الثاني والتغطية من دفاع شباب الرياضي السلمي. إبعاد الخطورة، ضربة زاوية أخرى لنادي الرجاء الذي يحاول الوصول لمرمى الشمال عنوش اعتمادا على مصادر قوته على الأطراف. أما خط الوسط صعب جدا يمر اللاعب والكرة صعب أنها تمر بين الرجاء وشباب الرياضي السلمي. الصاد كان بالإمكان أفضل. نعم، هدف أول في المباراة لشباب الرياضي السلمي. كان خطأ من طرف الحارس في التغطية، والشباب الرياضي السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء اليوم يلعب للشباب الرياضي السلمي، يختار وجهة المرمى ويتمكن من تسجيل الهدف الأول، وأصبح النتيجة هدف ل0. هنا الإعادة لما حدث، تمرير الكرة مصطفى الصاد ممتاز جدا. كان خطأ من الحارس غاية مرباح. هنا الإعادة مصطفى الصاد، تسديدة لم تكن قوية. شم في حديث مع حكم الفار بخصوص ما حدث في كرة الهدف لشباب الرياضي السلمي. جبريل سيلا لاعب الرجاء الذي لم ينل فرص اللعب رفقة الرجاء لما كان لاعبا رجاويا اليوم مع شباب الرياضي السلمي، ينال كل الاتقاب من طرف زكريا عبود ومشعب المباركي في بنك بدلاء النسور. مباراة متوقفة دائما، الحكم في تواصل مع حكام الفار. هل سيستأنف المباراة بهدف ل0 أم أنه سيعود الفار؟ هشام التمسماني يتجه نحو إكمال المباراة. نترقب جميعا قرار حكم هذه المواجهة السيد هشام التمسماني. ربع ساعة أولى، النتيجة هدف ل0 للشباب الرياضي السلمي. هدف ل0 في الدقيقة 14 من الجولة الأولى. قلت لكم أنه الهدف الشيء الوحيد اللي ممكن وأنه يحرر اللاعبين كلهم ويخلينا نتابعوا مباراة مختلفة تماما على ما تابعنا في ربع ساعة الأولى. هدف ل0 للشباب الرياضي السلمي. كرة من محمد النيري تتحول من يسري بوزوق من الطرف الأيمن. يسري بوزوق يلعبها لزكريا حضرة في التحول من الطرف الأيسر والتدخل. ضربة جزاء يقول حكم المباراة. ضربة جزاء من حكم المباراة هشام التمسماني لنادي الرجاء. تداول الكرة من الطرف الأيسر، نقل الخطورة وضربة جزاء في الدقيقة 22 من المباراة. تفاعل كبير. هذا الإعادة لما حدث، سبق الكرة وتدخل دفاع شباب الرياضي السلمي. الحارس جمال علوش، ضربة جزاء رجوية في الدقيقة 24 من المباراة. محمد النيري في تنفيذ الجزاء، نيري سدد والهدف. الهدف التعادل يعيد التوازن للمباراة يا سادة. هنا في المحمدية الرجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النيري. تفاعل جنوني مع المباراة هنا في مدينة المحمدية. النتيجة 1-1 ولا شيء حسم في مباراة شباب الرياضي السلمي والرجاء الرياضي. وتتحول من جديد. مونديل الكبير يبدو منزعجا لكرات مثل هذه لما تضيع في خط الوسط. تتحول هجمه مرتده للفريق وحمزه خاب. كان بالامكان وان يكون هدف رجاوي عبر حمزه خاب. تألق الحارس ودفاع شباب الرياضي السلمي. فرصه اخرى تضيع للرجاء. هنا الانطلاقه من حمزه خاب. كرة من يسري يلعب هذه المرة في القائمة الثاني بالراس. كاد أن يكون الهدف وجاء الهدف وحان وقت الهدف. هدف رجاوي من كرة ثابتة هذه المرة. ينجح في بلوغ المرمى. اعتلت الرؤوس الكرة لتتمكن من وضعها في مرمى الحارس هشام العلوش. تصبح النتيجة يا سادة هنا في المحمدية 2-1
2-1. فرحة وفرحة، سعادة وسعادة لمناصري الخضر بثاني أهدافهم في هذه المباراة. للإعادة كرة ممتازة لعبها روجيولو في المرة الأولى ورجع مروان الهدودي وضع في المرمى زريدة لوحده كان الأكثر ضغطا على مرمى شباب رياض السلمي. كرة نحو مصطفى الصال وجبريل سيلا، مصطفى وجبريل سيلا وتدخل الدفاع عبر جمال حركاسي يؤدي مباراة محترمة جدا. كرة تعود لشباب رياض السلمي، تدخل محمد النيري، كرة للأمام وهشام التمسماني ينهي الجولة الأولى يا سادة بتفوق رجاء بهدفين مقابل هدف واحد. نقاط المباراة، الرجاء حقق الأهم في الجولة الأولى لكن لا شيء حسم في المباراة ككل. تنطلق الكرة من قدم محمد زريدة نحو يسري بوسوق من الطرف الأيمن. يسري يتوغل في منطقة الجزاء من يسري بوسوق. دائما هدفين مقابل هدف وحيد. كرة للأمام نحو جبريل سيلا، جبريل التدخل والمتابعة في الكرة الثانية، وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان من مصطفى الصاد. المتابعة من جبريل سيلا هذه المرة كان تدخل في مكان وفي محل وفي زمان من الحارس الدولي الجزائري نحو حمزة خابا. بدنيا ممتاز جدا، دائما الضغط على دفاع شباب رياض السلمي. كرة من زكريا حضرافي يلعبها يسري بوسوق من الطرف الايمن، بوسوق ممتازه جدا من بوسوق لحضراف، عابره لكل الحواجز، عابره لكل المحطات. الرجاء ينجح في بلوغ الهدف، تصبح النتيجة يا سادة 3-1. عمل كبير من واحد من نجوم المباراة يسري بوسوق لزكريا حضراف الذي لم يخطئ وجهة المرمى. تصبح النتيجة 3-1 لنادي الرجاء امام شباب رياض السلمي. سعادة كبيرة لمناصري الخضر، تفاعل جنوني مع هذا الهدف كيف لا، والهدف يقرب المسافات بين الرجاء والتفوق والظفر بنقاط هذه المباراة. من جديد كرة حسين رحيمي انطلاقة محمد النيري من الطرف الأيمن. محمد يتوغل، محمد يلعبها، محمد يا محمد. وفي النهاية تدخل دفاع شباب رياض السلمي، تضيع فرصة للرجاء وتحول سريع عبر شباب رياض السلمي من الطرف الأيسر. عماد يبحث عن انطلاقات مصطفى الصاد، يراوغ عماد، يمشي عماد يحرر نفسه ويحاول يحرر رفقائه. كرة في منطقة الجزاء، إمكانية لشباب رياض السلمي ممتازة جدا. لو سجل هذا الهدف كاد ليكون واحد من اجمل اهداف البطوله. قام بمجهود خرافي الانسلال من الطرف الايسر لوحده، لم يتكل على اي واحد من رفقائه. راوغ الاول ثم الثاني ومشى للثالث، وحاولوا انه يخدع الحارس الذي غطى على زاويه التسديد. كان ممتاز جدا. زريدة يلعب العبد الرؤوف بنغيت يلعب من جالسا للبلقسوت. بلقسوت يتحول بلقسوت، عنده بن جديدة جول الرابع للرجاء في اخر دقائق هذه المباراة. يظهر بعد غياب منذ دخول بن جديدة ليضع نفسه ضمن قائمة هدف هذه المباراة. تصبح النتيجة 4-1 لمصلحة الرجاء، حصيلة هدفية قوية للرجاء طيلة دقائق هذه المباراة. 4-1 للرجاء، والحكم هشام تمسماني ينهي المباراة. تفوق الرجاء.